السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل صينية بطاطس بالكفتة، سهلة وسريعة وبرضه هتنفعنا على يومين. هنجهز ده كيلو وربع بطاطس. غسلتها طبعا وقطعتها شرايح كده زي ما انتوا شايفين، بس تكون سميكة شوية، ما تخلوهاش رقيقة عشان تبقى الواحدة بوحدتها كده. وبعد كده زي ما انتوا شايفين رصيتها اهو خلاص. كيلو طماطم اديته يعني حوالي ما كملش 10 دقايق على النار، تخلوها كده يعني مش متسبكة قوي عشان تبقى زي ني شوية. وبعد كده حطيت معلقة سمنة صغيرة اللي فاتت دي، وده واحد فلفل مفروم، ودي بصلاية مفرومة. طبعا قلبتيهم كويس طبعا. وبعد كده ايه، قمت حطيت رشة فلفل اسود ورشة ملح، والثلاث بهارات اللي مش موجودة عندكم مفيش مشكلة، ممكن تحطي رشة جوز الطيب بدل الثلاث بهارات. طبعا قلبتها بقى. وبعد كده ايه، هنزل على البطاطس. شايفين الصلصة مش متسبكة قوي يعني، اديتها ما كملتش 10 دقايق على النار، كام غلوة كده وخلاص. عشان انا مش هحط مية، متهيالي ما حطيتش مية، استكفيت بيها كده. بصراحة كان طعمها حلو قوي. هنعمل بقى الكفتة. ده نص مفروم معلش. بنتي غلست عليا وقالت لي مش همنتجها. معلقتين نشا، 3 معالق دقيق، كانت بتتريق على صباعي. معلقه كربوناتو كبيره، معلقه فلفل اسود، ملح بس، وده ليا مبشوره. ودي بصلايه كبيره مفرومه. هي اقتصاديه، هتنفعكوا على يومين لو انتوا عددكم قليل في افراد الاسره يعني. وانا فعلا عملتها على يومين لاني كنت عامله معاها ملوخيه وشوربه لسان عصفور. طبعا بقى قلبتهم، ودي ميه على معلقه زيت ورشه فلفل اسود. صبعت الكفته، عايزه تعمليها كور براحتك، بس انا حبيت اعملها اصابع كده علشان انا بكفته الرز كنت عاملاها كور يعني. وبعد كده بقى ايه، هرصها. طبعا عايزه تدي البطاطس 10 دقايق على النار عبال ما تصبعي الكفته كده براحتك. انا حطيتها على النار زي ما انتوا شايفين كده 10 دقايق بس، لان الكفته هتاخد مع سوى البطاطس هنخليها في الفرن نص ساعه. طبعا انا بقى نزلت على البطاطس كده زي ما انتوا شايفين، رصيت الكفته. وبعد ما ترصيها بقى تدخليها في الفرن على درجة حرارة 200، نص ساعة، 30 دقيقة يعني بالظبط كده. عبال ما عملت الرز كانت الكفتة استوت، والبطاطس يعني. طبعا بقى دي تكاية، اللي عايز يعملها براحته. طبعا دي فحماية، حطيتها في الورق الألومنيوم. وبعد كده نزلت عليها بمعلقة زيت صغيرة قوي. وبعد كده كتمتها شوية عبال ما غرفت الرز. بتدي ريحة حلوة أوي وطعم كمان على فكرة. سبتها كده حوالي بصراحة 10 دقايق يعني. طبعا هنرميها في الحوض، مش هنرميها في الباسكت. ادي بقى الكفتة. وادي شريحة البطاطس، وكانت حلوة قوي بصراحة، هتعجبكم. انا بحاول يعني احب اعمل اكل على يومين، بالذات في اليومين الساقعة، فترة الدراسة، فترة تعبانة فيها. قلت يعني اوريكم الفكرة مش اكتر. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.